السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى طريقة عمل الزبادي. دي 2 كيلو من اللبن، عليهم علبتين من الزبادي، كل كيلو بياخد علبة زبادي. كده رفعت اللبن على النار على ما يغلي. كده اللبن بعد ما غلي وطفيت عليه وسبته برد بقى عامل زي دمعة العين كده. هنا معايا كبشتين من اللبن هنزل عليها بالزبادي. ده لبن بخيره جاموس، هضربه كويس في الخلاط كده. بصوا حبايبي، بعد ما ضربته كويس في الخلاط هنزل عليه باللبن ونقلب كويس. اهم حاجة ولعوا الفرن يسخن عشان يبقى دافي. معايا البريمة اللي هنحط فيها الزبادي. هعبي الكمية كلها كده. بعد ما مليت البريمة كلها فاضل برضو لسه معايا لبن، هحطه في بريمة تانية. هنا بقى معايا مية دافية سخنة كده. بعد ما نزلت بالمية السخنة هبتدي اغطيها بورق سلوفان كده. بعد ما عبيت الزبادي التانية الاخرى، شايفين بسم الله ما شاء الله من 2 كيلو لبن، شايفين الكمية طلعت قد ايه؟ اعملوا في قلب البيت، اوفر وانضف، هيديكوا كمية محترمة بسم الله ما شاء الله. اوفر من بتشتري العلبة غالية من بره كده. هنبتدي نغطيه. طبعا انا قلت لكم الفرن مولع دفا وطفيت عليه. هسيبه لحد الصبح وهوريكم شكله كده. الزبادي بعد ما بقت جاهزه معانا، مش هقدر اوصف لكم الجمال والحلاوه بتاعتها. شايفين من 2 كيلو لبن ادونا الكميه قد ايه؟ لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس. ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تنوروني دايما. وعايزه منكم لايك وشير حلو، وجربوا وقولوا لي ايه رايكم. الوصفه بتاعتي ده هتعجبكم قوي. مع السلامه.